النهارده هنتكلم عن احدث الاصدارات في الامراض السيروس الاول، ومعانا الدكتور هيكلمنا. عندنا حق الانجيل لمن ينام الامر، الازمنه الاخيره، المسيح كما اعلنه الانجيل، حقيقه ام افتراء، محنه ام الشهداء، دعوه ابي، دعوه للتفكير. تمام. في حاجه انا شفتها دلوقتي هي بتتكلم عن شفيق العمر. روايه روايه هي داخل فيها الحروب والربيع العربي بشكل عام، يعني شبه تجربه ذاتيه بيسردها. ايوه. طب فن الدم ده ده فن الدم ده كاتب مصري اسمه وائل المشمولي. هو كاتب فانتازيا، والروايه من الروايات الشيقه وفي نفس الوقت بلغه بسيطه وبتجذب القراء. بتتكلم على طبيب كان عنده مشاكل نفسيه، فلما بيشوف واحده وبيحبها من شده الحب والتملك ونتيجه عقده نفسيه حصلت له في الماضي، فهو بيحاول يخلص يقتلها بشكل يعني معين، بحيث الاول بياخد الدم بتاعها وبيرسم بيه لوحه فنيه، وبعد كده بيحاول يتخلص من الجثه بمركبات كيميائيه ما بتبانش. فالكتاب او الروايه شيقه جدا وفيها خيال بالنسبه ايه الكتب اللي ممكن حضرتك تقولي لنا عليها الشباب يجوا يشتروها ويستفادوا منها؟ والله في حاجات خاصه بجماليات الانسان، في جماليات الانسان، في كيف تتخلص من الملل، الخلاص بالحب. يعني كلها كتب مفيده لمختلف الاعمار. نيتشه فيلسوف الفرح والامل. كمان من الكتب المهمه والجديده بيتكلم على دور المعلمه او المدرس في طبعا بيفيد الاطفال والمدرسين واولياء الامور. ازاي المدرس يواكب العصر الرقمي عشان يفهم المنتاليتي بتاعت الطفل. أيوة. اللي لسه طالع جديد وفاهم الحياه، فبالتالي هو فاهم اللي انت بتعمله، عشان خاطر ما تقولش ايه اللي انت بتعمله ده او تنتهر او تتنمر عليه. لا، لازم تكون فاهم بتتعامل ازاي مع الطفل اللي لسه طالع في جيل التكنولوجيا. كمان عندها برضه عامله كتاب برضه عن رؤيه استراتيجيه لتطوير الاداء التنظيمي لمؤسسات رياض الاطفال. طبعا مؤسسات رياض الاطفال ما فيش حد بيهتم بيها قوي، لكن هي الكتاب ده مهم جدا يعني بشكل عام، وبيلفت النظر للدور المهم جدا لرياض الاطفال. من الكتب الأكاديمية المفيدة. في كمان عندنا مكونات الصورة المسرحية بين المبصر والكفيف، برضو في مسرح الطفل الدكتورة شيرين الجلاد، في التكوين المعرفي في مسرح الطفل، ازاي الطفل يعني بيعمل حصيلة معرفية من خلال المسرح وأهمية المسرح، لأن المسرح ما بقاش ليه نفس الدور او مش مسلط عليه الضوء بما يكفي. في حاجات خاصه ب برضه كتاب وظائف مخ العفريت، ده دليل الوظائف التنفيذيه لعلاج التشتت انتباه لدى الاطفال. طبعا معظم الاطفال نتيجه الاجهزه الالكترونيه واشياء كثيره فبتعمل لهم تشتت ما بيكونش مركز. ده الدليل ده مهم لأولياء الأمور والمدرسين ازاي يتعاملوا مع الأطفال. مفيش حاجة أحلى من كده إن احنا نختم بإن احنا ازاي نهتم بأولادنا وأطفالنا، لأن هم الجيل يا دكتور اللي هم احنا مستنيين. أيوة طبعا الجيل المنتظر المستقبل، بس وهو المستقبل صراحة. فوظائف مخ العفريت ده كتاب باين من اسمه حلو قوي، والدكتور ادتنا هنت بسيط عنه، فممكن نيجي نتثقف احنا واطفالنا نشاركهم. ميرسي جدا ليكم، شكرا.